15. باب معجزاته صلوات الله عليه. بعض المعجزات وبعض الكرامات، لا على سبيل الحاصر. بصائر الدرجات بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: الإمام الصادق ينقل هذه القصة. الإمام الصادق ينقل القصة اللي ترتبط بمن؟ بالإمام الحسن صلوات الله عليه. قال: خرج الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم في بعض عمره، يعني في بعض العمرات اللي كان طالع إلها، ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته، كان يقبل الإمام الحسن يقول بإمامته. قال: فنزلوا في منهل من تلك المناهل، خو بالطريق قوافل تمشي، والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 20 سفرة 25 سفرة حج ماشيا، كان لابد يستراحون. وين يستراحون؟ مكان اللي أكو منهل، مكان اللي أكو ماي، مكان اللي أكو أشجار يستراحون به تحت تلفة، يستفيدون من الماي. مو أنه ما كان عنده، وكانت تقاد النجائب تقاد بين يديه، يعني قدامه موجودة، النوقة قدامه، الأباعر قدامه، الأفراس، الخيل، كل شيء قدامه. قيل له: يا أبا محمد اركب. قال: أحب أن يراني الله ماشيا إلى بيته، أحب الله يشوفني ماشي إلى بيته. لاحظت؟ فلما كان ينزلون وين لابد ينزلون؟ مكان أكو ماي حتى يشربون منه ويسقون إبلهم نجائبهم ما معهم من أفراد. فنزلوا، كانوا ينزلون على المناهل. قال: نزلوا تحت نخل يابس قد يبس. تدري بعض أوقات بعض الأماكن يتوفر الماء بالشتاء، بالصيف شنو؟ ينقطع الماء. وقت اللي الأرض يابسة والماء ينقطع عنها، هاي النخيل شي يصير؟ تهبس شوية شوية. زين. قد يبس من العطش، نخل يابس قد يبس من العطش. ففرش للحسن عليه السلام تحت نخلة، يقعد يستراح شوي يتمدد كذا، المشي جاي. وللزبير بحذائه تحت نخلة أخرى، بجنبه أكو نخلة ثانية. فقال له الزبير ورفع رأسه: نخلة ويابسة، لو كان بيها هاي النخلة، لو كانت خضرة وبيها رطب كان أكلنا منها. تمنى الزبيري هذا المعنى: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه. فقال له الحسن عليه السلام: وإنك لتشتهي الرطب؟ قال: نعم في مولاي. فرفع الحسن عليه السلام يده إلى السماء وتكلم بكلام لم يفهمه الزبيري. الزبيري يقول: أنا ما افتهمت شنو قال، بس أدري بدا يدعو الله عز وجل. فاخضرت النخلة ثم صارت إلى حالها فأورقت وحملت رطبا. هاي يريد لها أشهر، من الشهر الثالث من الشهر الرابع للشهر العاشر، 6 أشهر، مو 6 أشهر، 3 أشهر على الأقل. يطول على ما هذا الطلع يطلع، على ما يصير تشمري، على ما أول مرة يخضر، بعدين يصفر، بعدين يلحق. لكن دعاء الإمام طوى المراحل كلها. وحملت رطبا. فقال الجمال:
وياهم جمال كان، الذي اقتروا منه سحر والله. عمت عينك، ليش تحلف؟ ليش تحلف؟ ليش تقول سحر والله؟ هذول المتشئمين اللي متعلمين على الكلام السيء. هو هذا ما أدري جمال طبعا عايش ويا المطاية ويا الإبل ويا كذا، هذا عقله على هالقد عقله، متعايش ويا إمام معصوم أعطاه الله عز وجل قدرة، مقام، دعاء مستجاب. شوف رأسا اللي متربي متعلم ومتربي في فرد بيئة يعكس بعمله، يعكس اللي يتربى عليه، اللي نشأ عليه. اللي ينشأ على السب يعكس السب، اللي ينشأ على الأخلاق يعكس الأخلاق، اللي ينشأ على المعاملة الحسنة على الابتسامة يعكس. هو هذا قل كل يعمل على شاكلته، يطلع الشاكلة مالته، وقد شرحناها الشاكلة سابقا. زين، شنو قال؟ سحر والله. فقال له الحسن ويلك، ليس بسحر ولكن دعوة ابن النبي مجابة. قال فصعدوا النخل حتى صرموا مما كان فيها ما كفاهم، صعدوا قطعوا حاشوا اللي يردوا وأكلوا وتملوا. لاحظت؟ هذا بركات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الرواية رقم 3.